السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا فيكم من سفير. هذا يكون ملخص جديد من حكاية ليتشي، فإذا أنت ما شفت الأجزاء الماضية من حكاية ليتشي بإمكانك إنك تشوفها بالقناة. وبس ما أطول عليكم أسيبكم على الفيديو. هو نكمل من بعد ما ليتشي قام باستفزاز كل الطوائف السماوية وخلاهم يقومون باللحاق فيه إلى بستان عملاق من الزهور، لكن بينما الأمير شوان حاول إنه يقوم بالهجوم على ليتشي، شفنا القرد الشيطاني العملاق وهو يهجم عليه بالغدر، لكن الأمير شوان تحرر من هذا القرد وكمان هدد في ليتشي هو القرد الشيطاني بإنه راح يخلص عليهم هم الاثنين. لكن بالنسبة للقرد الشيطاني فهو بالمرة يتعصب لدرجة إنه يقوم بالصراخ، وفي نفس الوقت كمان نشوف رجال الطوائف السماوية وهم مصابين وطايحين في كل مكان، فعلى طول يبدأ الأمير شوان إنه ينادي على كل رجال الطوائف السماوية ويأمرهم بمساعدة الجرحى وكمان إخلاء المكان، وبسرعة بعدها يتوجه إلى القرد الشيطاني وهو يقول إنه هو اللي راح يتعامل مع هذا الوحش القذر. لكن الصدمة هي إن في هذه اللحظة نشوف القرد الشيطاني وهو يبدأ إنه يفتح فمه بشكل كبير، والمخيف هو إنه في هذه اللحظة يبدأ إنه ينشر الكثير من الغبار السام، فعلى طول نشوف الأمير شوان وهو يتراجع بسرعة ويقول مستحيل، هل هذا يكون هو سم التهام العناصر؟ وعلى طول بعدها يبدأ إنه ينادي على الكل بأعلى صوته ويقول لهم انسوا الجرحى ويلا ابدأوا بالهروب بسرعة. وأول ما الجنود يلتفتون عشان يفهمون وش اللي قاعد يصير بالمرة ينرعبون من مشهد موت الجنود واللي يكون بالمرة مخيف، وبالفعل في هذه اللحظة كل الجنود يسيبون الجرحى ويبدون في الهروب، وكلها مجرد ثواني ونشوف جثث الضحايا وهي تتحول إلى رماد، فعلى طول يبدو الجنود إنهم يتوجهون إلى الأمير شانغ ويعرفوا إنهم الحين تكبدوا الكثير من الخسائر، فوش لازم إنهم يسوون الحين. ومن بعد ما الأمير شانغ شاف كل هذا اللي صار بالمرة يتعصب لدرجة إنه ما يعرف وش يقول، فيبدأ حكيم الأمير شانغ إنه يتكلم ويطلب من الأمير شانغ إنه يسمح له في تنظيف كل هذه الفوضى، وبالفعل الأمير شانغ يسمح له في هذه المهمة ويقول له آسف عشان راح أدخلك في هذه الحماقة. وقبل الأمير شانغ يكمل كلامه نشوف الحكيم ويختفي من مكانه، وبسرعة بعدها ينتقل إلى أمام القرد الشيطاني، وهناك فحنا نشوف الأمير شوان وهو يهجم على القرد العملاق وبالفعل تمكن من إنه يصيبه، لكن القرد الشيطاني بالمرة ما يسكت وعلى طول يفتح فمه عشان يجمع الكثير من الطاقة، والصدمة هي إنه في هذه اللحظة نشوفه وهو ينفث النيران مثل التنين، وأول ما الأمير شوان يشوف هذا الهجوم وهو متوجه لعنده يبدأ إنه يتعرق من كثر الخوف، لكن الصدمة هي إنه في اللحظة الأخيرة نشوف خيال الحكيم وهو يظهر أمام هذا الهجوم، وبس بحركة واحدة من إصبع هذا الحكيم نشوف هالة سوداء مرتعدة وهي تبدأ إنها تتشكل حوالينا، وبالفعل نشوف الهالة هذه وهي تكبر إلين تتحول إلى ثقب أسود، فعلى طول نشوف الصدمة في عيون الحلزون نيون وهو يقول مستحيل هذا بالفعل يكون خبير. والأميرة شوانغ إير هي كمان تقول بخوف أكيد إن هذا الحكيم تجاوز مرحلة الخبير، فيقول لها ليتشي أكيد إنهم لازم يجيبون شخص يمتلك مثل هذه القوة عشان يتمكن من حماية مثل هذا القذر، فيبدأ الحكيم إنه يكلم الأمير شوان ويقول له من الأحسن لك إنك تتراجع الحين وهذا عشان تتجنب الإصابات الخطيرة، فيبدأ الأمير شوان إنه يفكر في هذا القرار، لكنه بالفعل تأكد من إنه ما يمتلك القوة اللي تسمح له في مواجهة القرد الشيطاني. وأول ما الأمير شوان يتراجع على طول نشوف شرارات الطاقة وهي تتطاير من حوالين الحكيم، وبسرعة بعدها نشوف الحكيم وهو يهجم على القرد الشيطاني، والصدمة هي إننا نشوف ذراع القرد الشيطاني وهي تدخل إلى داخل هذا الهجوم، فيقول الحكيم بحماس إنه الحين راح يتمكن من القتال بأريحية، ومن قوة الهجوم نشوف قوة الطاقة وهي تبدأ إنها ترعد في كل مكان، فعلى طول يبدأ ليتشي إنه يقول بحماس بالفعل مثير للاهتمام هذا الحكيم بالفعل طلع قادر على محاربة القرد الشيطاني، ومن شدة وقوة هذا الصراع نشوف كل الحيوانات وهم يبدون في الهروب بخوف، لكن بين ما هم قاعدين يهربون على طول نشوف ليتشي وهو بالمرة مصدوم ويقول للأميرة شوانغ إير مستحيل، هل شفتي اللي شفتها الحين؟ ترى الضفدع الصغير موجود مع هذيك الوحوش، لكن الأميرة شوانغ إير بالمرة ما تشوف ولا شيء وتقول له كيف تمكنت من إنك تشوفها أصلا، فيقول لها ليتشي كم مرة قلت لك وقفي قراءتك الليلية هذه. وعلى طول بعدها نشوف الحلزون نيون وهو يبدأ في اللحاق في هذه الوحوش ويقول ليتشي إنه بالفعل قادر على الاقتراب أكثر، لكن ليتشي يوقفه ويقول له حافظ على المسافة هذه اللي بيننا وبينه، وهذا لأنه إذا اقتربت منه بشكل متهور فهذا رح يخيفه ويخليه ينتقل بشكل آني. فعلى طول نشوف الحلزون نيون وهو يبدأ إنه يركز على الضفدع ويقول إنه بالمرة ما رح يرمش أبدا، وليتشي هو كمان يتحمس ويبدأ إنه يتوعد الضفدع من داخله ويقول إنه باللحظة اللي رح يمسك فيها في هذا الضفدع فهو بالمرة ما رح يسمح له
الهروب أبدا. وبالفعل بعدها يمر الوقت والمطاردة توصل إلى نهايتها، وهناك فحنا نشوف ليتشي هو اللي معاه وهم يوصلون إلى صحراء قاحلة مليئة بالصخور. فيقول لهم الحلزونيون إن هذا المكان بالفعل مشابه إلى بيتها القديم، لكن ليتشي على طول يسكته ويقول لهم إن الحين راح يقوم بإنشاء قفص جديد له باستخدام الموارد المتاحة، لكن التربة تكون بالفعل بالمرة سيئة. فيقول يا ليت لو كان أحضر شوية من هذاك الطين، لكنه قبل ما يكمل كلامه نشوف حاجة وهي تنزل أمامه. فعلى طول الأميرة شوانغ إير تبعد من جنبهم وهي تناظر عليهم بقرف. والحلزونيون يقول لليتشي بما إن التربة سيئة فحاول إنك تستخدم هذا، وبالرغم من إن ليتشي بالمرة ما هو حاب كل هذا القرف لكنه بالحقيقة بالفعل استخدمه. ويقول لهم إن الضفدع هذا بالفعل جيد في اختيار الأماكن المناسبة، وهذا لأنه بالمرة ما اختار غير ساحة المعركة القديمة. فعلى طول تبدأ الأميرة شوانغ إير إنها تتلفت باستغراب وتقول ساحة معركة؟ وين هذه الساحة؟ فيقول لها ليتشي إن هذا المكان بالفعل كان في الماضي ساحة معركة بين الحكام والشياطين. وأول ما الأميرة شوانغ إير تسمع عن الحكام هذول بالمرة تتفاجأ، لكن ليتشي على طول يخرب عليها ويقول لها وش بلاك متفاجئة لهذه الدرجة؟ ويقول لها إن الحكام هذول بالحقيقة يكونون مجرد بشر عاديين، وكل الموضوع هو إنهم يمتلكون شوية مهارات عالية في القتال. أساسا كلهم على بعضهم يكونون مجرد أغبياء يسمون نفسهم بالحكام. ويقول لها من هذا الكلام بالفعل ينطبق على رئيس مملكة المجوهرات السماوية، وهذا لأنه يخدع الناس بأنه حاكم وكمان يضللهم بتعاليمه الخايسة. وأكيد ما رح ننسى استخدامه للقوة في التنمر على الضعفاء. وعلى طول بعدها يقفل الموضوع ويقول لهم خلاص كفاية كلام، وبسرعة بعدها يرفع القصر الجديد ويقول أخيرا انتهيت من إكمالها. فتناظر عليها الأميرة شوانغ إير باستغراب وهي تقول وش بلا هذا المريض؟ مو بهذا يكون هو مجرد قفص من الطين؟ لكن ليتشي بالمرة ما يهتم، وعلى طول يبدأ إنه ينادي على الضفدع وهو يقول له ترى بيتك الجديد بالفعل صار جاهز الحين. وأول ما الضفدع يشوف البيت هذا على طول يبدأ إنه يتوجه إلى ليتشي. فعلى طول يبدأ ليتشي إنه يناظر عليه بكل شر ويقول له يلا ادخل بسرعة. لكن في اللحظة الأخيرة كلنا نرعب بها عملاقة خضراء وهي تزلزل المكان بالكامل. وبين ما الضفدع كان متوجه إلى ليتشي على طول ينتقل بسرعة. فعلى طول نشوف ليتشي وهو يتعصب بالمرة لدرجة إنه يحطم القصر الجديد، وعلى طول يبدأ إنه يناظر على الهالة الخضراء وهو يسب ويشتم فيها ويقول له يعني من بين كل الأوقات ما لقيت غير هذا الوقت بالذات. فننتقل إلى عند الطوائف السماوية، وهناك فحنا نشوف القرد الشيطاني وهو بالمرة متعصب للحين، والأمير شانغ وهو كمان يبدأ إنه يشكر الحكيم، وهذا لأنه بفضله فالأضرار قلت. لكن الحكيم يبدأ إنه يتأسف منه ويعرفها إن ليتشي استغل الفوضى وقام بالهروب من ثاني. لكن الأمير شانغ بالمرة ما يهتم وعلى طول يقول للحكيم خليك من هذا الكلام والحين شوف هناك. فنعرف إن الأمير شانغ قاعد يتكلم على هالة الطاقة الخضراء، ويقول للحكيم إنها الحين من بعد استيقاظ القطعة الأثرية لحاكم الملوك، فأكيد ليتشي الحين بالمرة ما راح يكتفي بالجلوس بدون ما يقوم بأي شيء. وبسرعة بعدها نسمع صوت ضحكات الأمير شانغ وهي تتعالى أكثر، ويقول بكل حماس إن الحين القطعة الأثرية وكمان حياة ليتشي هم الاثنين راح يكونون ملكي أنا. وعلى طول بعدها ينادي على كل رجال الطوائف ويقول لهم إنهم يتعاونون في الدفاع عن عمود النور هذا. لكن وبين ما كل هذا قاعد يصير نشوف الأميرة باوجياو وهي بالمرة خايفة على ليتشي. وفي نفس هذه الأثناء عند رين وباقي الشيوخ نشوف الغابة وهي تهتز وملامح الخوف تملى وجوههم، وملكة الغابة هي كمان خايفة ومتوترة من كل هذا اللي قاعد يصير. لكن فجأة تقاطعهم بوابة ونعرف إن ليتشي هو اللي رجع إلى عندهم، فيرحبون كلهم فيه. لكن البنت لو تسألها عن الأميرة شوانغ إير، فيعرفهم ليتشي إن الأميرة شوانغ إير هي والحلزونيون اثنينهم الحين قاعدين ينتظروه في الخارج. وبسرعة بعدها يتوجه إلى ملكة الغابة عشان يطلب منها شيء بالمرة مهم، لكن ملكة الغابة تتوتر وترفض إنها تعطيه بالمرة. فعلى طول يبدأ ليتشي إنه يهدي فيها ويعرفها إنها بالمرة مو بلازم تخاف بما إنها الحين موجود هنا، ويقول لها إن الأهم من كل هذا هو إنها الحين تعطيها الكنزين هذول، وكمان يأكد عليها إن هذه بالفعل تكون هي الطريقة الوحيدة عشان يتمكن من تدميرها. فعلى طول تبدأ ملكة الغابة إنها تتوتر أكثر، لكنها بالمرة ما تلقى أي خيار ثاني. وبالفعل بعدها الملكة توافق على إنها تعطيها الأشياء اللي طلبهم، وبسرعة بعدها نسمعها وهي تردد بعض الكلمات وتستجمع قوة الغابة.